يا صباح الخير. فيديو جديد. فيديو النهاردة زي ما شفتوا في العنوان هيكون هوريكوا شوية حاجات في يومي زي روتين 7 الصبح، مع اني مش دايما بصحى 7 الصبح بصراحة، ولكن قلت بما ان انا النهاردة صحيت 7 الصبح فقلت اشارك اليوم معاكم. فدلوقتي انا فطرت وشربت قهوة، ودلوقتي عايزة اقعد اذاكر شوية في الصيني وفي التركي، يعني اذاكر شوية في اللغات وكده. وكمان عايزة اروق المكان اللي فيه الميك اب والبودي سبلاشز بتاعته كده، هوريهولكوا دلوقتي، هوريكوا بيفور عشان بعد كده ابقى اوريكوا افتر وبس. وهنشوف بقى اليوم هيمشي ازاي، لان انا بصراحة مش حاطة خطة، بس انا عارفة ان انا عايزة اعمل حاجة في اليوم، فاهمين بابا؟ مبدئيا ده البيفور، يعني ده اللي انا عايزة ارتبه. ده البيفور، ده منظر مش افضل حاجة، ده اللي انا هرتبه يعني. ولكن قبل ما ارتب المكان وكده، مش عارفة ارتبه الاول بعد كده اقعد اذاكر الصيني والتركي، ولا اذاكر الاول بعد كده برتبه. مش عارفة، هشوف، هاخد قراري، لان انا فعليا مش عارفة. اوكي، قررت ان انا هذاكر الصيني الاول. طلعت النوت بوك بتاعت الصيني ومطلعه اسوأ كوابيس حياتي، اكتر حاجة انا بصيح منها في الصيني عامة. الصيني حلو يعني، فاهمين؟ هو مش صعب بجد يعني، هو حلو. المشكلة الوحيدة في الصيني كله هي الرموز، ان انا احفظها فعليا. ف someone kills me please بجد يعني. بص، انا هلب بجد يعني. هقعد اذاكر دلوقتي، او هقعد احفظ الخنزي بتاعت لسانون، وبعد كده انا المفروض ان انا بحاول اراجع على الناين، هما مش 8 هما 9 lessons. هقعد اذاكر او هقعد يعني اراجع ال9 lessons قبل ما الكلية ما تبدأ. كليتي المفروض هتبدأ يوم 22 سبتمبر 23 سبتمبر حاجة زي كده. فانا بحاول ان انا اراجعهم قبل ما ارجع للكلية تاني عشان ما اكونش ناسية، فاهمين؟ لان احنا المفروض هنكمل lesson 10 11 12 13 14 15، يعني فاضل لنا يعني 5 6 دروس ونخلص HSK1. فده اللي انا منتظره حاليا، يعني بحاول ان انا اراجع عشان لما نرجع نكمل الليسنز اللي باقيالنا اكون على الاقل مستوعبه، او اللي هو فاكره الجرامر، فاكره اليوفا اللي هو النحو، فاكره الحاجات، فاهمين؟ فاكره التونز، هما 4 تونز، فاكره التونز عامه، فاكره الرموز كمان والكلمات الاساسيه زي نيخاو، نيخاومن، الضماير وتني تا كده يعني. هقعد اذاكر وبعد كده هرتب المكان اللي هناك ده بجد يعني. فبس هقعد بقى اذاكر. ده السكتش بوك بتاع الصيني اللي انا كنت بكتب فيه في الكليه مع الدكتور وكده. فقلت اراجع الحاجات النظري دي، وكمان اراجع الفاولز والاصوات والحروف والحاجات الكتير قوي دي، هقعد اراجعهم كلهم. دي التونز، ودي كلها الحروف او مخارج الحروف يعني، فاهمين؟ هي تونز برضو بس فاولز يعني اكتر. ودول برضو هما كتير جدا بصراحة عامة يعني. ودي ثقافة صينية، ودي الفاينلز اللي هي النهايات، دي كانت البدايات، دي النهايات. دول 5 6 بس. فهقعد اراجع على كل ده. المفروض ان دي طريقة كتابة الرموز اللي انا المفروض امشي وراها يعني، فاهمين؟ بس انا بكتبها بطريقة عشوائية جدا. هل ده غلط؟ ده غلط جدا عامة يعني. قلت اعمل لكم ابديت لان انا وصلت له حتى الان.
ذاكرت الفاوز من اول وجديد، النهايات والبدايات والفاولز كلها حرفيا. فدي كده كلها الفاولز. اوكي، فضل بس الخمسة بتاع lesson 1 احفظه. واللي هنا اكتشفت ان هو lesson 3 اصلا. الجرامر اللي هنا برضو lesson 3 هو بتاع نيديا وشما مينزه، هو ازاي اسأل عن اسم شخص او اسأل عن اسم الشخص اللي قدامي. فده lesson 3 اصلا. والجرامر بتاع lesson 1 ده lesson 2 اللي هو بتاع سيا وبوسيا والحاجات دي اصلا lesson 2. lesson 1 عبارة عن الحاجات بتاعت دي والجمع، فاهمين؟ اللي هو بتاعت نيمان ومان والحاجات دي كلها كده lesson 1. نيخاو مان، كل ده lesson 1. فده اللي انا عارفاه، انا already عارفاه، مش محتاجه ان انا اذاكره قوي يعني. فبس كده فاضل لي الرموز. انا الرموز دي اكتر رموز حافظاها نوعا ما على الكلمه دي، على الكلمتين دول بمعنى صح. يعني الكلمتين دول رخمين قوي بالنسبه لي بصراحه، لكن الثلاثه اللي فوق دول انا حافظاهم actually، فيعني مش هاخد فيهم وقت كتير. فهقعد بقى اركز اكتر على بتاعه ديبوتسي وميجوانسي، دول اللي انا هقعد احفظهم اكتر. اوكي، بما ان انا خلصت مذاكره خلصت مذاكره الصيني يعني، فالدور على المكان ده ان هو يترتب. فتعالوا اعمل لكم حركه سحريه.